السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده قمر الدين ب2 برتقانه وبس، زائد بقى شويه كده مكونات بسيطه جدا موجوده في كل بيت. عايزه اقول لكم ان حرفيا الطريقه دي نتيجتها مرضيه جدا جدا، يعني الطعم كده يشبه الجاهز بنسبه 90%. بإذن الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تعالوا بقى كده بينا نشوف الطريقة. أول حاجة بقى معايا كده 2 من البرتقال. هبدأ طبعا أقشرهم، طبعا غسلتهم كويس جدا في البداية، وبعد كده هبدأ طبعا أقشرهم. طبعا قشر البرتقال ممكن طبعا تحتفظي بيه في الفريزر، ممكن تعملي بيه صابون سائل، وده عملناه قبل كده على القناة. او ممكن كمان تنشفيه او تحمصيه في الفرن وتطحنيه. ممكن تحطيه في كيكة البرتقال وانتي بتعمليها. طب بعد بقى ما قشرت البرتقال كده هبدأ بقى اقطعه شرايح بالشكل ده. هبدأ بقى كده اسيبه عندي على جنب. وتاني حاجة بقى معايا كده نص كيلو من الجزر. طبعا بغسله كويس جدا في البداية، وبعد كده ببدأ ان انا اقشره. وبعد كده طبعا هبدأ اقطعه عندي لشرايح بالشكل ده. طب بعد بقى ما قطعته عندي كده بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا احطه في حلة عندي. هنزل بقى كده بالمية عليه، يعني هغطيه بالمية. وبعد كده هبدأ طبعا ارفعه على النار، اسيبه يستوي. اخد معايا على النار حوالي كده تلت ساعة. طبعا ببدأ ان انا اسيبه يبرد تماما، وبعد كده هبدأ اضربه في الخلاط عندي. هبدأ بقى كده اضربه كويس جدا جدا. نجيب بقى كده حلة فاضية عندي وهنزل بيه في الحلة. وبعد كده هجيب البرتقان عندي او البرتقانتين اللي انا قطعتهم، واحط عليهم كوباية من المية. هبدأ طبعا اضربهم كويس جدا جدا. هبدأ بقى كده اصفي البرتقان عندي على عصير الجزر اللي عصرته في الخلاط. بالنسبة بس لعصير الجزر والبرتقان، انا صراحة ما بحبش اضربهم مع بعض. انا بحب دايما اضرب عصير الجزر لوحده واحطه عندي احطه عندي يعني. وبعد كده اصفي عليه عصير البرتقان بحيث استفاد بالقيمة الغذائية للجزر. طب بقى عندي بقى خلاص اهو بالشكل ده. على الوش ده ببدأ ان انا اشيله بالكبشة عندي. لو ملاحظين شلته اهو كله بالكبشة. طب هبدأ بقى طبعا ارفعه على النار، وبعد ما يغلي غلوة عندي هبدأ انزل بكوباية من السكر، عصير 2 ليمونة، و3 اكياس من الفانيليا. عايزة اقول لكم بس ان الفانيليا وعصير الليمون ده بقى اللي هيقلب لي مهلبية الجزر والبرتقال لمهلبية قمر الدين. يعني حرفيا كده نتيجة او يعني طعم بجد دين يشبه جدا جدا الجاهز بنسبة 90%. طب بعد كده بقى طبعا بعد ما المكونات دي غليت مع بعضها كده سبتهم يغلوا مثلا غلوة، هجيب عندي 5 معالق من النشا ممسوحين، احط عليهم كوباية الا ربع مش كوباية، فنجان الا ربع من المية. طبعا دوبتهم كويس مع بعض، وهبدأ انزل شوية بشوية مع التقليب المستمر عشان المهلبية عندي ما تكلكعش. طب بعد ما بحط النشا بسيب المهلبية عندي تغلي حوالي كده 3 غلوات، بحيث النشا او اضمن ان النشا استوى في المهلبية. خلاص بقى كان جاهز عندي اهو. جبت مرة عندي دي عشان احط فيها قمر الدين.
عايزة اقول لكم بجد ان النتيجة مرضية جدا جدا. يعني صراحة انا اول مرة اعمل الطريقة دي وما كنتش متوقعة فعلا انه يطلع كده. يعني بجد حرفيا طعمه قمر الدين بنسبة 90%. ان شاء الله تجربوه، الطريقة تعجبكم. تعالوا بقى كده نشوف عمل لنا قد ايه. يعني لو حسبناها اهو عمل لنا اهو 7 اطباق، ده غير طبعا اللي في الحلة، يعني كمان يعتبر طبق، يعني يعتبر 8 اطباق. يعني انت بقى لو كده عدد افراد اسرتك قليل، سواء بقى قليل او كتير، النتيجة بالنسبة لك هتبقى باذن الله مرضية جدا جدا. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، باذن الله الطريقة تجربوها وتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.